السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان. سنة أولى إعدادي، عاملين إيه؟ أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم، مدرس الدراسات الاجتماعية. قبل بس ما تكمل الفيديو ده دلوقتي، انزل دلوقتي واعمل اشتراك في القناة لو أنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الإشعارات. هستنى اللايك بتاعك والكومنت بتاعك برأيك في آخر الفيديو. تعالوا نبدأ بقى النهارده ونعرف الحدوتة بتاعتنا بتتكلم عن إيه النهارده. هقول لك ان احنا النهارده هنتكلم عن درس صغير جدا في التاريخ، وهو بعنوان الاسكندر الاكبر في مصر. هنعرف دلوقتي مين هو الاسكندر وجه منين بالظبط، ولكن قبل ما نعرف مين هو الاسكندر الاكبر ده، هقول لك كده مصر دي مليانه ثروات كتيره جدا، وكمان مميزه عن باقي الدول كلها، بتكون ملفته بتلفت كل الناس ليها. طيب مين هم اللي كانوا بيلتفتوا ليها، ومين هم اللي كانوا طمعانين فيها وعايزين ياخدوها؟ هقول لك مثلا زي الناس اللي احنا خدناهم في الترم الاول، زي الليبيين، زي الاشوريين، زي الفرس، اللي الاسكندر الاكبر هيجي ويطلعهم من مصر. وكمان مصر دي كانت مهد لكثير من الحضارات. يبقى مصر دلوقتي مميزه ولا لا؟ هقول له اه طبعا دي مميزه جدا. طيب تعالوا بقى نعرف مين هو الاسكندر الاكبر، واتولد فين بالظبط، وعمل ايه بالظبط. الاسكندر الاكبر ده بيتولد سنه 356 قبل الميلاد. ابوه كان اسمه فيليب المقدوني. فيليب المقدوني ده وحد اقليم كده كان اسمه اقليم مقدونيا تحت زعامته. الكلام ده كان سنه 338 قبل الميلاد. وبعد كده الاسكندر الاكبر بيتولد في اقليم مقدونيا، برضه كان موجود تحديدا في شمال اليونان. الاسكندر الاكبر طبعا كان سنه صغير جدا، وبعديها على طول ابوه بيموت سنه 336. ابوه بيموت، فطبعا يعني هو ساب له مسؤوليه كبيره جدا، لان هو اللي هيتولى الحكم، وهو كان لسه صغير في الوقت ده، ولكن هيتولى الحكم بعد مقتل ابيه اللي هو كان اسمه فيليب المقدوني. المدن الاغريقيه كلها في الوقت بقى ده هتتمرد على الاسكندر الاكبر ده. ليه؟ لانه كان صغير، قال لك ده لسه عيل صغير كده مش هيعرف يعمل حاجه. ولكن الاسكندر الاكبر بيثبت كفاءته، وبيثبت كفاءته بجداره، انه بيعرف ان هو يقضي على كل تمرد المدن الاغريقيه. الناس بتسميه كده انه اعظم الفاتحين، يعني افضل واحد كان موجود في الوقت ده. طيب هنا بقى تسال نفسك سؤال، هم ليه سموه باعظم الفاتحين؟ هقول لك كده لانه قام بغزو معظم اجزاء العالم القديم. يعني غزا معظم اجزاء العالم القديم، كان حد قوي جدا. مش بس كده، ده كمان استولى على مصر. طيب سنه كام؟ هقول لك كده سنه 332 قبل الميلاد. واخر حاجه عملها لي انه قام بمحاربه الفرس، وكمان هزمهم. طيب هزمهم فين؟ قال لك في اسيا الصغرى، في سوريا، في نيقيا. عشان كده سميناه انه اعظم الفاتحين. لما يجي لك سؤال في الامتحان ده ويقول لك هو ليه الاسكندر الاكبر ده احنا سميناه بانه اعظم الفاتحين، هتقول له كده لثلاث اسباب. واول سبب عندي كده انه غزا معظم اجزاء العالم القديم. وتاني سبب عندي قال لي كده لانه استولى على مصر سنه 332 قبل الميلاد. واخر سبب عندي انه حارب الفرس وهزمهم كمان في اسيا الصغرى، وفي سوريا، وفي نيقيا. عشان كده احنا سميناه بانه اعظم الفاتحين. الاسكندر الاكبر هيخش مصر ازاي، وان ازاي المصريين في الوقت ده كانت مرحبه بيه جدا. يعني في الوقت ده كده الاسكندر الاكبر كان معاه جيش قوي جدا، وكان معاه اسطول نفس الكلام برضه كان قوي جدا. يبقى دلوقتي كان معاه جيش، كان معاه اسطول. الاسكندر الاكبر ده كان عايز يضمن غذاء للجيش بتاعه، غذاء دائم للجيش بتاعه. عشان كده هيستولى على مصر. وبالفعل الاسكندر الاكبر ده بيخش مكان كده اسمه تل الفرمه. ده تحديدا كده موجود في شرق بور سعيد. يبقى في شرق ايه؟ بور سعيد. الغريب بقى في الموضوع ان المصريين كانوا مرحبين جدا 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 بالاسكندر الاكبر. يعني تخيل كده واحد جاي عشان يحتلك، واحد غريب وانت مرحب بيه. ولكن طبعا من اللي احنا شفناه في الوقت ده، لاننا في الوقت ده كنا تحت حكم الفرس، والفرس دول كانوا ناس ظالمين جدا. كانوا ناس ظالمين جدا جدا كمان، كانوا بينتهكوا الديانه المصريه، ما كانوش بيحترموها خالص. وتاني حاجه كانوا بيفرضوا علينا ضرائب كتيره جدا.
قلنا الاسكندر ده اكيد يعني هو هيبقى احسن من اللي موجود، فعشان كده احنا رحبنا بالاسكندر الاكبر. يبقى لما يجي يسالك سؤال هم المصريين اصلا ليه هم رحبوا بالاسكندر الاكبر، هقول له كده لانهم حسوا انه جاء ليحررهم من حكم الفرس. طيب هقول لك كده ان حكم الفرس ده كانوا بينتهكوا الديانه المصريه، وكانوا بيفرضوا الضرائب الباهظه عليهم. وكمان الاسكندر الاكبر كان عارف بعادات الاغريق اللي هم كانوا بيشتغلوا يعني كجنود مرتزقه. يعني ايه جنود مرتزقه؟ يعني بيشتغلوا من اجل الفلوس. يبقى دلوقتي المصريين ليه رحبوا بالاسكندر الاكبر؟ هتقول لي كده لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان هم افتكروا ان هو جه عشان يحررهم من حكم الفرس اللي كانوا بينتهك الديانه المصريه، ان كان بيفرض الضرائب الباهظه عليهم، وكمان انه كان عارف عادات الاغريق اللي كانوا بيشتغلوا كجنود مرتزقه. عشان كده المصريين رحبوا بيه ترحيب شديد جدا. بصراحه بقى هقول لك كده ان الاسكندر الاكبر ده كمان كان حد ذكي جدا. هو اتعلم من اخطاء غيره. ازاي الكلام ده؟ يعني هو شاف الناس اللي قبليه كانوا عمالين ينتهكوا الديانه وما كانوش بيحترموا الديانه ابدا، فقال لك دلوقتي انا اخش المصريين منين؟ اخش لهم من الحته اللي هم بيحبوها. طيب ايه هي الحته اللي هم بيحبوها؟ هي الديانه. طيب عمل ايه بقى الاسكندر الاكبر؟ اول حاجه كده عشان يبان قدام المصريين ان هو فعلا غير طامع في الحكم، يبان قدام المصريين ان هو فعلا بيحب المصريين كلهم، فكان الاسكندر الاكبر ده كان عايز يرضي كل المصريين. فبصراحه هو كان ذكي جدا. اول حاجه هيعملها الاسكندر الاكبر انه هيروح كده ويزور معبد الاله بتاح، وده موجود في منف. ومش بس كده، ده عمل لي مهرجان رياضي هناك على الطريقه الاغريقيه. وتاني معبد زارهولي وهو معبد الاله امون، وده موجود في سيوه. من كتر حبهم الشديد بقى للاسكندر الاكبر في الوقت ده كده لقبوه بانه ابن الاله امون. وده طبعا لقب مش اي حد بياخده، ولكن الاسكندر الاكبر بالفعل هو عارف اللي هو يخش لهم من الحته اللي هم بيحبوها، وهي الايه؟ وهي الدين. يبقى قام الاسكندر الاكبر سياسته في مصر قام بارضاء المصريين. عمل ايه يعني؟ هتقول لي كده قام بزياره معبد الاله بتاح، وده موجود في منف. وكمان عمل فيه مهرجان رياضي على الطريقه الاغريقيه. وتاني معبد زارهولي وهو معبد الاله امون، وده موجود فين؟ في سيوه. طيب قال لي كده كمان ده لقبوه لي بانه ابن الاله امون. عشان كده الاسكندر الاكبر عرف يكسب فعلا حب المصريين ليه. تعالوا بقى نعرف الاسكندر الاكبر دلوقتي هيعمل ايه عندنا. من اهم الحاجات اللي هو كان لازم يعملها بصراحه الاسكندر الاكبر انه يشوف مكان ويعمله عاصمه عشان يقعد فيها ويحمي نفسه. عشان كده هيشوف قريه اسمها راقوده وجزيره اسمها فاروس. قال لك الاثنين دول هيضمهم على بعض كده ويردم الميه اللي كانت ما بينهم، وهيطلع لي مدينه اللي احنا بنشوفها دلوقتي وهي مدينه الاسكندريه. يبقى مين هو اللي بنى الاسكندريه؟ هتقول لي كده الاسكندر الاكبر. طيب ما تيجي بقى نعرف هو ليه قام ببناء مدينه الاسكندريه؟ اول حاجه عشان تكون عاصمه للبلاد. تاني حاجه عشان تحمل اسمه، يبقى تكون عاصمه للبلاد وتحمل اسمه. تالت حاجه كده عشان تكون مركزا برضو انه ينشر الثقافه الاغريقيه في مصر. يبقى تاني واحده مركزا لنشر الثقافه الاغريقيه في مصر. واخر حاجه عندنا بقى تكون قاعده بحريه عشان يدعم سيطرته على البحر المتوسط. يبقى كده لما يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك بما تفسر قام الاسكندر الاكبر ببناء مدينه الاسكندريه، هتقول له ايه؟ هتقول له لثلاث اسباب. السبب الاول لتكون عاصمة للبلاد وتحمل اسمه، لتكون مركزا لنشر الثقافة الإغريقية في مصر. ثالث حاجة قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. وآخر حاجة خالص بقى الإسكندر الأكبر إنه بيتوفى سنة 323 قبل الميلاد، وبيتم دفنه في الإسكندرية. يبقى الإسكندر الأكبر دخل مصر 332، انما دلوقتي خرج من مصر او مات يعني سنه كام؟ 323، وبيدفن الاسكندر الاكبر في الاسكندريه. وبكده نكون خلصنا درس النهارده وهو درس الاسكندر الاكبر
في مصر. انتظروا ان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم كل الدروس بتاعتكم على القناه هنا، سواء الجغرافيا او التاريخ. ما تنساش بس تدعمني عشان افضل مكمل معاكم لحد دلوقتي ونقدر نساعد اكبر كم من الطلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.